اخيرا الخبر اللي كانوا كيتسناوه كاع الناس وصل. ايلون ماسك حط الرحال في المغرب بستارلينك. الشركه تقيدات قانونيا في الدار البيضاء تحت رقم 648 909 وخذات الضوء الاخضر من انرتي. شي كله داخل في اطار رؤيه المغرب الرقمي 2030. ودابا غير ب 9 دولار اي ما يقارب 90 درهم يمكن لك تحجز المكان ديالك في لائحه الانتظار. حنا في 2026 ومازال اكثر من 40% من المغاربه في العالم القروي كيعانيو من ضعف التغطيه. ستارلينك غتعطيهم سرعه خياليه كتوصل بين 100 و 250 ميجا بايت في الثانيه بلا حفير بلا كابلات، وهذا الشيء غيحيي التعاونيات الفلاحيه والسياحه الجبليه الى اخره. الدوله غتقدم دعم مالي كيوصل ل 2500 درهم لكل اشتراك في المناطق المعزوله، يعني ما غيبقاش العائق الجغرافي مبرر للكسل او التهميش، والانترنت غيكون بنفس الجوده من طنجه حتى للقويره. ستارلينك دابا غتكون واحد المنافس قوي لشركات الاتصالات في المغرب. اتصالات المغرب وانوي واورانج دابا من المفروض عليهم انهم يحسنوا من الجوده ديال الخدمات ديالهم، او ستارلينك غتقدم لهم واحد الضربه اللي هي قاضيه. نتوما كيفاش كتشوفوا الدخول ديال ستارلينك للمغرب؟ واش غيهبط الاثمنه ويطلع الجوده؟ ردوا علينا في التعاليق.